السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في حلقة جديدة راح نحكي فيها عن الملكي ريال مدريد ضد أوفيدو با 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 با. معكم خالد غنايم بحلقة جديدة رح تكون عن هالمباراة الحلوة. بس بالبداية بدي لكم هذا الفيديو رقم 3 لإلي على هذه القناة. الهدف نوصل للفيديو رقم 100 مع 100 ألف سبسكرايبر. ساعدوني لأنه أنتوا الداعم الأول لإلي، أنتوا اللي رح تخلوني إني صور كونتنت أكثر وأكثر وأكثر. فبليز بدنا فولو، بدنا سبسكرايب على اليوتيوب، فولو على انستغرام، بدنا شير للفيديو، بدنا لايك للفيديو، بدنا كومنت، تعليقاتكم، علقوا ملاحظات، فيديوهات، افكار. هاي القناة لإلكن انتو بشغف عالم كرة القدم. فتحياتي لإلكن، لا تنسوا انكم تتابعوني وخلينا نبدأ مع بعض بمباراة كانت سهرة كروية ممتعة فيها مكاسب وفيها خسارات. مباراة كانت بين ريال مدريد وأوفيدو، انتهت بفوز الملكي ريال مدريد بثلاثية نظيفة 3-0. كانت ممتازة جدا بالنسبة لفريق تشافي ألونسو. عطتنا نقاط أنا برأيي هامة جدا وجدا وجدا. خلونا نراجعها سوا. النقطة الأولى، مبابي 3 أهداف بأول مباريتين، وهو الهداف. انطلاقة قوية جدا 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 لهذا اللاعب، اللي رغم انه ما عم يلعب بمركزه الاساسي انا برأيي، بس سجل 3 اهداف بطريقة رائعة جدا جدا. محارب على ارض الملعب بكل ما تعنيه الكلمة من معنى، ويستحق انه يكون موجود بالتشكيلة الاساسية لنادي ريال مدريد بهاي المباراة ولا المباراة الثانية على التوالي. نروح للإيجابية رقم 2. طبعا يعني كان لازم تكون الأولى إنه ريال مدريد أخذ 3 نقاط، هي شغلة حلوة. الإيجابية رقم 3 بقى هي عودة داني كارفاخال أساسي وبقوة، يعني راجع بقوة. سواء عنده منافس أرنولد ولا غير أرنولد، فمكانه واضح وثقله في الملعب موجود. صراحة هذا اللاعب هو اللاعب المحارب اللي قد ما انصاب بيرجع أقوى رغم السنين. فأنا عندي توقع أنه بيعمل موسم جبار داني كارفاخال هذا الموسم. تلبق له إشارة الكابتن وعامل شغل جبار جدا جدا جدا. نوصل للنقطة رقم 4. خلينا نقول النقطة رقم 4 هو ألونسو. صراحة تشافي ألونسو مطبق الضغط بشكل رهيب، حتى أنه كورتوا صرح وقال أنه من ألونسو طالب منا أنه نضغط على الخصم ونستعيد الكرة بسهولة، وما نسمح للخصم أنه يقدر يحتفظ بالكرة بشكل كثير كبير. وريال مدريد أدى الموضوع بنجاح، وزمان ما شفنا لاعبين الهجوم عم يساندوا بالدفاع. مبابي، رودريغو، ماستانتونو، فينيسيوس لما نزل كلياتهم كانوا مصرين على العودة الدفاعية لحتى يثبتوا نفسهم. بقى بنروح للحسنة اللي بعدها والإيجابية اللي بعدها، هي إنه ألونسو غير الضغط عم يتبع أسلوب المداورة. تعرفوا مين ذكرني بزين الدين زيدان. بتتذكروا زين الدين زيدان لما ربح دوري الأبطال؟ ما ربح دوري الأبطال ب 11 لاعب، لا، كان في عنده تشكيلة يلعب فيها خارج الديار، تشكيلة يلعب فيها بسانتياغو برنابيو، تشكيلة يلعب فيها بدوري الأبطال، ودائما في تبديل. ما كان في مركز واضح أو مركز ثابت غير لبعض اللاعبين القلائل. حتى كريستيانو رونالدو كان يقعد احتياط مع زين الدين زيدان. ولعبة المداورة أنا برأيي هي اللي خلت زيدان أنه يحقق 3 دوري أبطال ورا بعض. فأنا برأيي تبديل 4 لاعبين كانوا مهمين جدا، أنه يبدأ بماستانتونو، يبدأ برودريغو، يبدأ غير كارفاخال. فأنا برأيي يعني كثير الانطلاقة كانت مهمة جدا جدا بهذا الموسم مع التغييرات اللي عم يعملها تشافي ألونسو. النقطة اللي بعدها هي عودة فينيسيوس للتسجيل بعد مدري كم مباراة خارج ديار ما عم بيسجل، 10 شهور تقريبا قدر انه يرجع يسجل. فبرأيي هاي نقطة كمان تعتبر
إيجابية جدا جدا جدا. نروح للسلبيات بقى. في سلبيات واضحة وصريحة. نبدأ بالأستاذ رودريجو. شوفوا شو عمل. يعني منلاحظ هون قديش هو متذمر، كيف سلم على فينيسيوس، كيف قعد، طريقة الكلام. صراحة لاعب كلياتنا شفنا الموسم الماضي كيف كان زعلان وحط بوست على السوشيال ميديا وقال ما تقلقوا أنا منيح أموري تمام. هو حالته متخبط، مش رضيان على السياسة الجديدة لريال مدريد. منافسة جدا صعبة وهو أنا فاهم عليه، يعني لاعب بهذه الجودة، لاعب ساهم بألقاب قوية لنادي ريال مدريد، يوصل لمرحلة لا يزال بحاجة للمنافسة لحتى يثبت نفسه على أرض الملعب. أنا برأيي أنت عم تلعب بنادي مثل ريال مدريد، المنافسة دائما موجودة، ما بتقدر، ما فينك مين ما كنت. يعني حتى فينيسيوس جونيور قعدوا احتياط من شانك، يعني كنت على وشك انك تاخذ الثقة، تركك تشافي الونسو الملعب تسرح وتمرح وتلف وتعمل وتساوي، طلعك لبرا قول شكرا. طيب هي اول فرصة، طول بالك بدنا نروق. ولو انه اللي نزل بعدك فينيسيوس جونيور ما كان احسن منك. فينيسيوس انا جنني، يعني صنعت الهدف، اعطيت الباس، ومبابي سجل الهدف. قبل ما نحكي عن الهدف يعني بشكل عام، قاعد عم تحكي كلام طالع نازل. يا اخي ما انت سجلت الهدف دخل، قول الحمد لله. مبابي سجل، امورك تمام، زقف، احتفل يا اخي احتفل. عملت باس كتير حلو. لشو هي الحركات الصبيانية عند فينيسيوس؟ انا ما بعرف شو بده، شو وجعه هاللاعب، لك شو وجعه على سيرة ياسر العظمي، لك شو وجعه عن جد. بس بالنهاية الباس حلو، الباس اللي هو مغمض تبع اللي بيطلع هيك وبيعطي الباس لمبابي. هي المرحلة عطتني أنا ثقة إنه في تفاهم صار ما بين مبابي وفينيسيوس بعد موسم كامل قادر فيها فينيسيوس إنه يعطي الباس من دون ما يتطلع. والجميل جدا عن جد بهاي المباراة إنه فينيسيوس قدر إنه يسجل هدف. الجميل عن جد عجبني موضوع التبادل بالأدوار، موضوع إنه رح يكون في خلق لمنافسة كبيرة بين كل الفريق. وتشافي ألونسو تذكروها معي، تشافي ألونسو هذا الموسم موسم بناء، الموسم الثاني رح ياكل الأخضر واليابس، وعندي ثقة إنه اللاعبين رح يبلشوا يفهموا عليه يعني قبل نهاية السنة. يعني إن شاء الله على شهر 11 رح نشوف مستوى ثاني لريال مدريد. شهر نوفمبر القادم راح نشوف مستوى مختلف، مستوى مرعب لنادي ريال مدريد بسبب السياسة اللي عم يشتغل فيها تشافي ألونسو. هذا كان ملخص سريع على مباراة ريال مدريد أوفيدو اللي انتهت بثلاثية نظيفة لريال مدريد. نرجع نذكركم لا تنسوا لايك شير سبسكرايب، ساعدوني. هذا الفيديو رقم 3 بالقناة، بدنا نوصل للفيديو رقم 100، عندنا 100,000 سبسكرايبر، اتفقنا؟ ولا 100 كتير، بركي وصلنا 200 ما بتعرفوا، من بعدها لازم نعمل شي حفلة شي كذا شي قصة. المهم شكرا كتير وبحبكم كتير وتحياتي، باي باي.